السلام عليكم متابعينا الكرام، متابعي قناة كرة رياضة اتش دي. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غنحاول نتحدث فيه عن الدوري الإسباني بالنسبة للمباريات التي لعبت. الجولة العاشرة من الدوري الإسباني كانت على الشكل التالي: ألافيس خسر أمام بلد الوليد بثلاث أهداف لهدفين. أتلتيكو بيلباو انتصر على إسبانيول بأربعة أهداف لهدف واحد. ريال مدريد انتصر على سيلتا فيغو بهدفين لواحد. أتلتيكو مدريد انتصر على ليغانيس بثلاثة لواحد. برشلونة انتصر على إشبيلية بخمسة أهداف لواحد. لاس بالماس فاز على فالنسيا بثلاثة لاثنين. بالنسبة لمباريات الجولة 11 من الدوري الإسباني، أهم المباريات تنطلق يوم الجمعة بمباراة إشبيلية وإسبانيول يوم الجمعة على الساعة 7 ليلا بتوقيت غرينتش. ثم أهم المباريات مباراة القمة، قمة هذه الجولة بمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة يوم السبت على الساعة 7 ليلا بتوقيت غرينتش. ثم هناك مباراة خطافي وفالنسيا يوم الأحد على الساعة 3:15 زوالا. ثم هناك مباراة ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد يوم الأحد على الساعة 5:30 بتوقيت غرينتش. ثم مباراة ريال سوسيداد وأوساسونا يوم الأحد على الساعة 8 ليلا بتوقيت غرينتش. ثم تختتم الجولة بمباراة مايوركا وأتلتيكو بيلباو يوم الاثنين على الساعة 8 ليلا بتوقيت غرينتش. بالنسبة لترتيب الدوري الإسباني، برشلونة في الصدارة ب27 نقطة، في المركز الثاني ريال مدريد ب24 نقطة، ثم المركز الثالث أتلتيكو مدريد ب20 نقطة، المركز الرابع فياريال ب18 نقطة، المركز الخامس أتلتيكو بيلباو ب17 نقطة، المركز السادس مايوركا ب17 نقطة، ثم ريال بيتيس بالمركز السابع ب15 نقطة. بالنسبة لأسفل الترتيب، بلد الوليد في المركز 18 ب8 نقاط، المركز 19 لاس بالماس ب6 نقاط، والمركز الأخير فالنسيا ب6 نقاط. بالنسبة لإحصائيات المتعلقة بهدافي الدوري الإسباني، روبرت ليفاندوفسكي ب12 هدفا، يوزي بيريز لاعب فياريال ب6 أهداف، كيليان مبابي لاعب ريال مدريد ب6 أهداف، المركز الرابع جوفاني لوسيسيو لاعب ريال بيتيس ب5 أهداف، رافينيا لاعب برشلونة ب5 أهداف، فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد ب5 أهداف. وكنشكركم على المتابعة، ما تنسوش تدعمونا بالإعجاب بالفيديو وتشتركوا معنا في القناة.